رجعنا لكم في ابيزود جديده من ميدبا توكس ديسكورد ستيج فين كنقترحوا مواضيع على الكوميونيتي وهما كياخذوا المايك باش يعبروا بكل اريحيه. ولا بغيتي تكون معنا في الابيزود اللي مجا غتلقى السيرفر لينك فحال ديما في الديسكريبشن. واليوم في الحلقه الثانيه هضرنا على اول مره جربوا فيها الكوميونيتي ممبرز لينكس، بغينا نرجعوا للبدايات وناخذوا فكره على التجربه ديال كل واحد فيكم. ما تنساوش السيبور فحال ديما باش نوصلوا 5K في اقرب وقيته. ما نطولش عليكم، خليكم مع الفيديو. خويا اشرف، السلام عليكم مرحبا الإخوان بك. والناس اللي كيشوفونا، الناس اللي في ستيج دايرين بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا خويا اشرف. المهم أنا مرحبا. القصة ديال خوت ما كانتش سهلة في الأول، بحيث أنني الفيديوهات اللي كنت كنشوف في يوتيوب ما كانتش أحسن حاجة باش الواحد كيبدا. يعني أول ديسترو بديت بها كانت ديبين، والتجربة ديال ديبين عاوتاني ما كانتش أحسن حاجة. يعني بحال كنت أنا قدام بواحد الحاجة كانت معقدة عليه بزاف، وهي ما كانتش فريندلي. ما قدرتش واحد 4 ايام تحولت من ديبيان للفيدورا، وهادشي كامل حيتاش كانت ديسترو اللي صعيبه، وكنت نحكم على لينكس كامل بسبب صعوبه ديك الديسترو. يعني كيفاش تتعامل معها، كيفاش تخدم بها، كانت صعيبه. اوكي، يعني شحال باش كان انا عندك من تحولت، عام في ديك الساعه؟ راه هادشي راه داير عام، هادشي عام ولا عام عام. ونص باش هاي تحول لينكس. اذا باقي يلا يعني تعرفت على الدومين. يلا تعرفت على لينكس وكيفاش نخدم به. اوكي. فيدورا دوزت بها واحد 5 شهور ولا 6 شهور تقريبا، عاد تحولت دابا لكاشي لينكس. وكان الهدف انني نتحول لكاشي لينكس، انني ندوز واحد الاكسبيرينس ديال ديسترو مبنيه على ارش، كيفاش تكون الاكسبيرينس ديالها، واش نواجه معها مشاكل، وفي الوقت نجرب واحد الحاجه جديده. واصلا انا عندي افكار غالطه بزاف على لينكس، بحيث انه معقد وديما نتعامل مع التيرمينال. ممكن كانت عندي فكره حتى انني نعرف الكمبيوتر كيفاش كيخدم. هذا من الحوايج علاش تعودت لينكس، باش نعرف الكمبيوتر علاش كيخدم. تصدق دابا انا تعاملت مع واحد السيستم اللي كيناسب البي سي ديالي اكثر من ويندوز. ولات حاجه اللي بقات معايا لمده طويله، عام ونص تقريبا حتى العامين. انا كنت عامل بلينكس اصلا قبل ما نتحول لينكس. كنت عوال نتخلى على الجيمنج وهادشي كامل، اي حاجه اخرى غير باش ساعات تكون كنخدم في واحد الدومين اللي تلتزم، فهمتي، بغيت نمشي في واحد الطريق. وكان معليش فادني لينكس في هاد البلان. كنت باغي نقيد راسي، ولكن حتى هو معليش كيخدم يخدم الجيمنج في كلتا الحالات. ناضي اخويا، معليكش، تبارك الله عليك خويا اشرف. كنشكرك بزاف على المشاركه، الله يحفظك اخي. ايدزيو بغا يطلع الدراري. انفايت تو سبيك. مرحبا خويا ايدزيو. بيك شنو المهم. غادي نبدا نيشان. كانت اول انتراكشن ديالي مع لينكس كانت ملي كنت انا في التاسع. اول مره تنستعمل سامسونج جراند وعموما اندرويد. عند واحد الواجهه سميتها تيرميكس، يا غالبيتنا عارفينها. يب. كانت هذيك اول انتراكشن ديالي مع شي شبه سيستم ديال دبليو اس ال، شي حاجه بحال هكا. وكنت تعاملت معاه، وكنت روتيت سامسونج جراند اللي كان عندي. يعني هو اللي كان عندي وهو اللي روتيتو وهو باش خدمت. وكانت اول اكسبيرينس مع كنستمرهم وداك الشيء، واخا ما كانش عندي بيسي ديك الساعه. اوكي، يعني بديتي المهم ستريت بالاندرويد. فورورد بالنسبه للاندرويد. ستريت فورورد. بعد السنين موراها كنت في السانكيام والماتس في السيزيام. كان الوالد جاب لي واحد البيسي، ما كنتش كنفهم في البيسيات. انا ما كنتش عارف علاش هاد البيسي ثقيل. كان فيه ويندوز، ديتو لهاد واحد السيد كيصايب البيسيات، قال لي ما نقدرش نبدل ليه والدرايفرات وكذا، وبقى تيخربق عليا. المهم ما بغيتش انستالي ليه. شريت بيسي جديد والبيسي القديم بقى محطوط. البيسي الجديد اللي شريتو كان ويندوز 10 طبعا. ما حولتش لويندوز 11، وكان بس مزيان، يعني خدام مزيان. وانا ما كنتش مهتم باللعاب، يعني في كلتا حاجه انا رابح لعب. كان التليفون اللي عندي اصلا تيلعبني اللعاب كاع اللي بقى. وانا اول نهار نشوف لينكس عرفتو انا من طريق، عن طريق بعض الاخوان كنعرفهم. قلت صافي ماشي مشكل، هاد البيسي القديم هذا غنبقى نجرب فيه. انستاليت فيه لينكس بواجهه ديال اكس اف سي. محنتني اكس اف سي، ما عرفتش نتعامل معاه شوجرا. حاولت سنه خاصين من كانت تخيل، ولكن بس ولا خدام. بس ديالي المين ماشي بقيت نشوف فيه. بقيت يجيني الشيطان تيقول لي كون حاولتي صافي. حولت للينكس خدمت بلينكس واحد المده. من لينكس تحولت الكالي يعذبني. انا صعب لي يكون بحال مينت، حيت مبازي على ديبيان. انت مينت مبازي على ديبيان، لا اوبونتو على مبازي على اوبونتو. ديبيان. يس. تكون نفس الاكسبيريونس. لقيت باكجز اوتديتد. غالبا بالضبط كان اوتديتد، يعني مبازي على شي ديبيان قديم. يعني انا مبالي شي حاجه فيه ما هياش بقى نفس الخدمه. وعاد فكرت بلي عندي البيسي قديم. فطبعا موراه صافي رجعت للينكس منت. كنت ديما كنرجع للينكس منت. من لينكس منت واحد النهار بقيت نشوف فيدورا. دخلت الفيدورا. لقيت عاوتاني المشكل ديال الباكج. فاش في التورنتس ترانزميشن ما كيخدمش. مورا تحولت لديبين. ديبين بقيت فيه
اطول واحد طولت فيه هو ديبيان. صراحه بقيت خدام فيه واحد المده، حتى واحد النهار اللي عاوتاني مشكل ديال الباكجز، ديما تلقى مشكل في الباكجز. مورا قلت صافي غادي نتحول لنيكس او اس، ودابا هادي سيمانه تقريبا وانا في نيكس او اس. صافي يعني دابا انت مين او اس از نيكس او اس. نيكس او اس، نيكس او اس، تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. الله يحفظك اخي، شكرا بزاف على الحضور ديالك معنا في ستيج. مرحبا خويا ايوب. Hi guys, نتمنى انني كنتسمع loud and clear, يا and thanks to Midball. Thank you so much for giving me the stage. I appreciate that. مرحبا المهم خويا. القصه ديال الاخوان، انا مع لينكس. انا اصلا كنت واحد الويندوز يوزر من ايامات المهم 7 اكس بي من حاجات بحال هكا، توصلت ل 10. بعد الويندوز 10 بديت اللابتوب ديالي، حيت كان اصلا اللابتوب اللي كان عندي في الاول الريكوايرمنت ديالو ما كيسمحوش لي ندير فيه ويندوز 11. That's like the main reason علاش بدلت اللابتوب. من بعد ما بدلت اللابتوب بديت خدام بويندوز 11، وفاش خدام به بخير في داك الاول، ولكن بداو كيطلعوا لك واحد الاعلانات، بداو كيطلعوا لك واحد الحاجات اللي هما في شكل. فكان عندي هذا المشكل ديال انا عندي واحد اللابتوب اللي هو ديالي اللي باغي فيه واحد الحاجات، وفاش كتكتب كيطلع لك شي اد في شكل، ولا كيطلع لك شي حاجه من يب بلوتوير. يس، ولا من الموتور ديال الريشيرش ديال ويندوز اللي هو بين، ولا شي حاجه بحال هكا، وما كانش عاجبني هذا البلان. قلت انا غنقلب، بديت تنقلب شنو هما البدائل اللي نقدر ندير من غير ويندوز. بما انك تعرف القدره الشرائيه ديالنا المغربيه ما تسمحش لنا نشريو ماك، فلينكس جاب لك الحل. يس. اول بلاصه كنبدا منها هي مينت لينكس ويز سينامون. مينت لينكس ويز سينامون it was easy to use، like تيبان لك راهو بحال ويندوز في الفايلز، في الجي او اي ديالو، في كيفاش هو داير. داكشي سو كلير، فهمتي، ما عندك فين تلف. يس، ما عندكش فين تلف في المينت ويز سينامون. من بعد في المينت ويز سينامون I was interested to learn about programming. فاش بديت interested to learn about programming بديت نشوف فيديوهات، وتما كنهضر واحد خونا يوتيوبر كيدير ديفلوبمنت على يوبونتو، فتما مشيت ليوبونتو، وهنا بديت كنتعلم على بروغرامين وكنتعمق فيه. تنتعلم على بروغرامين وكنتعمق فيه. شنو هو البلان اللي خلاني نبدل لي من يوبونتو؟ مشيت من مينت ليوبونتو. فاش مشيت ليوبونتو لقيت الباكيج مانجر sometimes ما كيعطيكش الليتست ابديتس اللي كتكون انت محتاج باش دير شي خدمات اولا باش دير شي تاسك. باكيجز كيكونوا اوت ديتد ساعه. يس، كيكونوا اوت ديتد و ستيبل، كيبغيوهم يكونوا ستيبل. فقلت شنو غندير؟ قلت شنو كيعطي الليتست من بعد تقريبا واحد المده ديال 4 شهور ولا 3 ديال الشهور. قلت شنو كيعطي الليتست؟ انا غنمشي نشوف ارش. من تما دزت الارش، بديت تنقاديت فيه هايبرلاند، حاجات بحال هكا، كستمايز از اي وانت. المهم most of the time الدراري انا I like simplicity over complexity. الا كانت شي حاجه سيمبل قدامي راه كتكون خير ليا من انني نشوف كومبلكس وبزاف ديال الايموجيز وبزاف ديال الحاجات. فبديت خدام بارش. البروبليم اللي لقيت مع ارش you have the latest updates but also you have something that's gonna break your dependencies or packages. And that's like the main thing with Arch. That's like the big problem I had with Arch. يس ميتو لحد الساعه. يس، ما بديت تنقلب شنو هي افضل حاجه اللي نقدر نخدم بها as a developer، وافضل حاجه اللي فيها community ديال development موجوده بزاف. And here is like the saver فيدورا. جات فيدورا قدام عينيا، درت فيدورا، دخلتها اول مره، خدمت بها، فاذا بها كتكون سموث اند ايزي. يس فيها الليتست باكجز، كتعطيك واحد الساتيسفاكشن في اليوز ديالها، كتعطيك واحد المور كنترول مع السيستم، وكتعطيك حريه تقريبا قريبه، ما نقارنوهاش بارش، ولكن قريبه لارش نوعا ما. and plus security because it's based on Red Hat. That we know is Red Hat is the biggest like distro that's in every major government or defense system or banks or whatever out there. كيتعاملوا معاها. That's it. Yes, كيتعاملوا معاها بجد. فهذه هي القصه ديالي مع لينكس، وشكرا لكم بزاف على الستيج، ونعطوا ستيج لشي شخص اخر. الله يحفظك. شكرا حتى للاودينس على الاستماع ديالو. شكرا بزاف خويا ايوب، الله يحفظك الله يحفظك. مرحبا. بيك اب الدراري، بيك اب.